حسينة عزيز اتجاه كريمو، ما كاينش شروط وقدفه ولكن تضيع، تتسرع بعض الشيء كريمو تتمشي فوق المرمى ديال الحارس إكرامي حارس مرمى المنتخب المصري. هذه أول محاولة. تيمومي كريمو المعترض خرج ممتاز، وزاوية الزاوية الثانية للمنتخب المغربي في الوقت اللي كان بادي خداع الحارس ديالو اللاعب حمادة صدقي. ممتاز، دا كرة تمكن الكرة وخرج باتجاه كريمو، والحارس يتدخل وتبعد الكرة من منطقة الخطر. ظلمي عند تيمومي في اتجاه كريمو الحارس في وضع مع الاسف التمريرات تمشي عند مجدي عبد الغني اللي كان في المكان المناسب. كريمو تسرع في هذه التمريره هذه لانه الحارس كان انهزم، وانه تيوجد جميع الاصدقاء ديالو يعني مضيقين عليهم الخناق، فهذا هو الشيء اللي تيجعلهم. محاوله اخرى عند عزيز قذف، ولكن الحارس كان في المكان المناسب واستطاع باش يقرب طريق الوطني المغربي. تكثر نوعا ما في المراوغات، فهذا ماشي رغبه في المراوغات لان هذه مقابله ماشي ديال كليبيين الفنيه اللي عنده، ولكن هذا فقط رجل. محاوله ممتازه والحكم تعلن على ضربه جزاء. يمكن نلاحظوا الاعاده الان ديال هاد العمليه. ضربه خطا تفدات بطريقه ذكيه وبدان عرقل اظن اللاعب جمال عبد الحميد. تنقل الاشاره وكذا ضربة خطأ لفائدة الفريق الوطني المغربي وإنذار شفوي. لاحظنا قبل لحظات الإعادة من وضعية تشات عند الحداوي في اتجاه عزيز خلال تيمومي يقدم عرضية، إصابة العبابة. هذا هو الواقع، تيمومي كيسجل إصابة من بعد حوالي 30 متر. نعاودوا نشوفوا هذه الإصابة هذه، يا سلام على إصابة ديال تيمومي، إصابة ديال العظمة. هذا هو الواقع. عزيز والتيمومي من بعد حوالي 30 متر ما تيخلي أي حد في الركن الأيمن لمرمى الحارس إكرامي. مرة أخرى الزميل عبد الرزاق برقاش يعاود لنا هذه الإصابة اللي في الواقع كانت أحسن وأجمل ما كان في هذه المباراة. قذفة قوية أرضية، يعني من القذفات اللي الواقع نادرا ما تنشاهدوها. لاحظوا عزيز في الوقت اللي شاف تيمومي جاي خلاها قذف وقذفة يعني صاروخية. هذا هو الواقع في شباك الحارس إكرامي. 1-0 لفائدة الفريق الوطني المغربي. في المحاولة الفريق المصري تمريرة عالية حسينة، ولكن كانت تكون خطيرة لو تمكن من الكرة طاهر أبو زيد اللي كان في الخلف، ما كانتش عليه حراسة يعني قريبة. وفات اثناء تعليل الحكم على نهايه الشوط الاول بين الفريق الوطني المغربي والفريق المصري بفوز الفريق الوطني المغربي باصابه واحده ليس في الاصابه ديال التيمومي في الدغ. كريمو وقتها من عزيز مفاجئه ولكن تتمشي. اعاده تلاحظوا الوقت اللي كانت تمشي بعيده عليه قذف الحارس كان في الجهه اليمنى من المرمى والكره القدفه مشات في الجهه اليسرى لان رقم 16 اللي هو ايمن يونس. علي شحاته وكريمو فرصه ممتازه ولكن تشوف الحكم الشرط كان عليه رفع العلم ديالو لانه تتراجع
في الوقت اللي حكم الوسط ما انتبهش الحكم الشرط ديال الصدام اللي وقع بين العنصرين. كريمو في وضع ممتاز، والحارس اللي كان دخل بالفعل وكان وقع هذا الاصطدام وكان اللي وراء الخطأ هو الحارس عماد سليمان. وقت قوية خطيرة هذه المحاولة ديال الزكي اللي كان مغرزي اللي كتشاهدوا على الصورة. إعادة الآن، وفي الوقت اللي لاحظ أنه الزكي خارج من المرمى ديالو فضارب الكرة، سد الكرة الحسينة. كريمو العزيز أو فقط لاعب واحد. مشى الجهة اليسرى عزيز، مشى إصابة الثانية ديال عزيز بواحد المجهود فردي. إصابة ديال عزيز في الدقيقة 37 من الشوط الثاني. لاحظوا عزيز كيفاش مشى والدور اللي لعبوا كريمو. لاحظوا هذه الإصابة بحال ديال الإصابة ديال فالكاو نهار إيطاليا، أن كريمو دا مع جوج ديال المدافعين وعزيز مشى للجهة اليسرى وقذف في الجهة اليسرى أيضا للحارس إكرامي. إذا جوج ديال الإصابات لصفر. يمكن نقول بأنه أحسن مكان في المقابلة هو جوج ديال الإصابات. الإصابة ديال تيموني في الدقيقة 37 وأيضا الدقيقة 37 والشوط الثاني ديال الفريق الوطني المغربي إصابة ثانية. إذا الفريق الوطني المغربي كان محظوظ مع الدقيقة 37، إصابة في الدقيقة 37 في الشوط الأول، إصابة في الدقيقة 37 في الشوط الثاني، وإصابتين يعني يمكن ينقص بالتوعك وموجود الآن في الشرق ياخذ الإسعافات وتعويضه بالفضيلي. في الزاوية محاولة خطيرة ديال أحد اللاعبين اللي راهو جوج ديال المدافعين، واخيرا دخل دورمي مره اخرى قطفه اختلاط على المرمى. انتقلت الكره عند التيمومي. هجوم مضاد ديال الفريق الوطني المغربي، ربعه ديال العناصر على جوج ديال المدافعين. عزيز فقط اول رقم 5 اللي كثير نوعا ما. عزيز تيحاول باش يراوغو. عزيز عند التيمومي اللي دخل بيناتهم وقصدوه ضربة جزاء. التيمومي مشى دخل امام الحارس، كتعطينا اصابه ثالثه. لاحظوا الاعاده. عزيز عند التيمومي اللي داز وسقطو يعني امام اول الحكم. يمكن الحكم اقرب للافاده بان الخطا ارتكب فوق الخط ديال المرمى، ولكن على كل حال فهذا كان دليل انها ضربه جزاء، لان قدر الجزاء اللي دفع الفريق المصري كانت يعني ما كانش هناك اجماع ديال الاراء حولها. عزيز هو اللي غادي تعتقد نهايه مقابله الجزائر وزامبيا، وفي اثناء تعلن الحكم ديال المقابله عن تاهل الفريق الوطني المغربي اللي استطاع يفوز على الفريق المصري باصابتين لصفر. الاصابه الاولى في الدقيقه 37 من الشوط الاول بواسطه التيمومي، الاصابه الثانيه في الدقيقه 37 ايضا من الشوط الاول بالشوط الثاني بواسطه عزيز بودرباله. يمكن نقول بانه احسن مكان في هذه المقابله هو جوج ديال الاصابات.